لقيت المحامي داق عليه قال ضروري. شلت الموبايل والله ودقيت عليه، قلت له شكو استاذ؟ قال يابا مو سوى لك استقدام ذيك المرة استئناف الكرخ؟ قلت له ايه. قال هسه طقسنا على الموضوع يريدون يحكموك 3 سنين. قلت له شلون؟ قال بدك يحكموك 3 سنين. قلت له زين شو مسوي؟ انا اتحرك شو مسوي؟ قال على المحتوى الهابط. شلون؟ زين هو اني لو المحامي دا يكذب عليه لو صدق اكو هيك شي، زين ليش 3 سنين؟ ليش؟ يعني ورد الشباب كلها تروح، تخيل يعني لو اتزوج اخلف ابني يصير عمره 3 سنين. مو أول مرة تنسجن ولا ثاني مرة تتوقف، بعد كل هالسوالف ترجع تكرر نفس الخطأ وكأنه ما صار شيء. مرة 4 أشهر ومرة توقيف بالإقليم وبعدها ترجع بثوثك تتجاوز وتستفز. السؤال الحقيقي شنو الدرس اللي تعلمته؟ إذا كل تجربة ما غيرت بيك شيء شنو الفائدة منها؟ أنت مو مجرد شخص عادي، أنت عندك جمهور يتابعك وكل تصرف منك ينحسب عليك وعلى صورة العراقي. ليش مصر تخلي الشهرة سبب حتى تخسر مستقبلك وراحة بالك؟ إلى متى تظل تدور على المشاكل وبعدين تخاف من نتائجها؟ التعقل مو ضعف والاعتبار مو عيب، رتب وضعك وانشر محتوى يليق بيك وبالعراق. كافي عد، مهزلة صارت. اليوم رحت المطعم سناك. طيب شنو هالحركة؟ مو كافي؟ والله الكم الهائل من النقد اللي عليك يهز جبال. انت قريت التعليقات على هذا الفيديو كلها كاتبة انت متعمدة سويتي هاي الحركة، وفعلا الفيديو عابر ال1,000,000. يعني تمعني شوية بالتعليقات، ترى تعليقات تهجم بيوت على هذا اللي تقدميه. انت شئنا ام ابينا صرتي من المشاهير، بس اكيد من فئة المحتوى التافه والهابط. تمعني بالتعليقات وخلي اهلك يتابعون محتواك. انت بنيه والبنيه تكون عفيفه خجوله. انت وايد تستعجلين بهاي الامور، يعني فجاه حجاب، فجاه بدون حجاب، فجاه ملابس مو محتشمه. احنا ما لنا علاقه، هاي انت وربك ما لنا علاقه، بس شويه على الجمهور، لا تستعجلين علينا. ترى هاي مو حفلة حتى ترقصون بيها ولا ترند حتى تركبون الموجة. قضية الحسين قضية مبدأ وعزاء مو رقص. شنو بقى بعد؟ حتى الحزن حولتوه محتوى تجمعون بيه مشاهدات. صدق تحجون؟ شنو رأيكم بذني اللي هيك يسوون؟ اكتبوا لي بالتعليقات. هسه اكو ناس تقول ليش تنتقدون هاي النماذج، بس الواقع انه هذول عندهم ملايين متابعين وغالبيه جمهورهم من المراهقات وطالبات المدارس، واللي يصير قدامهم ينعاد ويتكرر بشكل مستمر. المشكله انه هذا الشيء صار يترسخ بعقلهم ويصير طبيعي عندهم مع الوقت، وهذا اخطر من اي صراع ثاني، لانه ندخل ضمن الامن الفكري اللي ممكن يهدد وعي المجتمعات ويأثر على استقرارها بشكل عميق، ويدخل ايضا بالامن القومي. حتى روحوا ابحثوا عن هاي المواضيع وراح تعرفون انه هذا المحتوى اخطر من الحروب، اخطر من هاي المليارات اللي تشوفوها. خلي يشوف الحسين صاحب القضية شنو دا يصير وراه. يعني معقولة هسه انتم حزينين وانتم ترقصون؟ المصيبة مو بس بالتصرف هذا، المصيبة باللي يجيك ويقول لك لا تنشر سلبيات. يعني شنو نسكت عن هذا الغلط؟ إذا سلبيات صارت تطغى على كل شيء فمو حلها السكوت، حلها لأن السكوت صار مشاركة بالغلط مو حياد. نريد حتى لو سوريا هم نودي يستشهد خربي. لا يمه لا وليدي شنو؟ شو اسوي؟ ماكو عيشه ماكو وليدي. شلون وليدي يمه هذا ضناك. اي حتى لو ضنا يعني شون؟ ماكو عيشه ماكو وليدي والله. عالم تتمنى انه يكون عنده ضنا. وين حتى البلازما اخير شيء فتحها راح اخذها بعض. قبل لا تدورون قيمه لبطونكم دوروا قيمه لانفسكم. امير المؤمنين عليه السلام يقول: من كان همه بطنه فقدره ما يخرج منها. والله مهزله المشكله. والله جتني عشرات الفيديوهات بهذا الخصوص، يعني مو تقول موقف او موقفين، صارت كارثه. اخوان شوفوا هذا الفيديو. ليش اخوان؟ ليش؟ شنو ما ماكلين؟ عزة النفس عند أهل البيت عليهم السلام مو مجرد كلمة، بل مبدأ وحياة. عندهم عزة النفس مو تعالي على الناس، بل قوة، موقف، وسمو أخلاق ورفض للذل مهما كان شكله. ليش هيك تذلون نفسكم؟
والله خزيتونا. أريد أتناطح ويا أبو جنة. أبو جنة مو يوزع سيارات، شوف أنا إيش راح أوزعه ذا أسبوع. ابو جنة كان يوزع سيارات، بيوت، ايفونات. زين اذا انت تتناطح وياه شنو راح توزع اقوى من هذني؟ يعني الاقوى من البيوت فلل وقصور، وهو يوزع تاهوات، انت لازم توزع رولز رويز، ماكو غيرها. شنو تتوقعون راح يوزع؟ شوف أنا إيش راح أوزعه ذا أسبوع. شكو شخص يصور ويسوي لي تاك، ها أروح البيت وماخذ وياه صورة، أنا أروح له. أي أنا والله اخويا زين انت حضرتك تروح بنفسك وتاخذ صوره وياها، انت عالم صانع فد شيء مهم، مشهور، ممثل. الواقع يقول غير هذا كله. اسمك متداول بسبب قضايا محتوى مخل بالآداب العامة، مو بسبب إنجاز. ولحد هسه أنت ما مستوعب الفرق بين الشهرة والسمعة. مو كل واحد صار معروف يعني صار قدوة. مرات الإنسان يصير معروف بالخطأ أكثر مما يصير معروف بالنجاح. لا تزعل، هذا واقع. تروح تاخذ صورة وياه، هي هاي هديتك؟ لا والله لا، عاد أبو جنة دا يوزع بيوت ودا يوزع سيارات، شلون تتناطح وياه؟ راح اصور الاوفت، لا حد يفوت هنا دا اصور. انا بهذا الفيديو بالبداية عبالي هي متعمدة وسوت هذا الهوك، خصوصا من قالت كلمة اوتفيت بطريقة غلط حتى تلفت انتباه. بعدين هي وضحت وقالت انه الموضوع ما كان مقصود، بس اكو شغلة لفتت انتباهي اكثر. شنو كانت ناوية تغني قبل لا توقع بالمسبح؟ هاي النقطة اللي هي اثارت استغرابي اكثر من اي شيء. وكتبوا لي بالتعليقات هل هي متعمدة انه نزلت هذا الفيديو او سوت هاي الحركة؟ اكتبوا لي بالتعليقات. كنت تحب فكرة الحب، أما أنا فكنت أريد رجلا لا يختبئ. تريدين رجل؟ فلوس؟ تريدين رجل؟ يعني ماكو بعد فلوس. حتى حملة رئيس الوزراء باعتقادي راح تروح على البلوجرات، راح تصير من أين لك هذا، وشك وتاهة وجي كلاس وشقة وفيلا جتي، هذه كلها راح تتصادر والكل راح تتحاسب. واصلا انت عليك قضية محتوى مخل بالآداب العامة. ترى حتى لو تسافرين اذا تطلعين اقامة اي دولة لازم تجيبين حسن سيرة وسلوك من بلدك الاصلي، وانت عليك قضايا مخلة بالآداب العامة. والله انتم دمرتوا نفسكم وبنفسكم ودمرتونا وياكم. قلت شنو؟ قال مقهوة جنسي. قلت انت تحكي صدق؟ قال لي والله العظيم. زين رحت بالسوبر ماركتات هذا موجود يباع. وين الرقابه؟ سيد مرتجى انت اشتريته ولا ما اشتريته؟ شو اسوي؟ ما عندي مرة. يعني الى متى هذا الاسلوب؟ شنو علاقتك اذا الشخص اشترى او ما اشترى؟ ليش كل تركيزك على هاي السوالف؟ المفروض انت محاورة اعلامية، شغلتك تطرحين اسئله مهنيه اكيد، وتحاورين باحترام، مو تسالين اسئله هي بعقلك وفكرك. شو عليك بيه انت اشترى وما اشترى؟ الناس تنتظر من الاعلام رساله ورصانه، مو فضول وتدخل بامور شخصيه ما لها اي قيمه اعلاميه. انت مو نفسك من هذا دمرتي هذا الضابط النزيه ومنعوك من الظهور. هاي ايش دا يصير؟ شنو رايكم بسؤالها؟ اكتبوا لي بالتعليقات. تصريحك أريد على هذا الفيديو. احنا اليوم بعصر السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، هل تنفي أم هذه حقيقة؟ ونقول حج روحك خضرة اليوم أنت تدور هذه الأشياء. شنو روحك خضرة؟ شنو تدور هذين الأشياء؟ صدق كذب. اللي ما يعرف شنو تقصد، هذا الرجل طلع في فيديو جدا غير لائق مع بنية وقالوا ذكاء اصطناعي، ويعني الله أعلم ذكاء اصطناعي، وطلع الرجل نفى الخبر ومبين الرجل كبير ومحترم، بس هنا المقدمة تقول له روحك خضرة. والله ما أدري، قناة الرشيد قناة عريقة، شلون تختار هيك مقدمين برامج يسيئون لسمعة هاي القناة؟ وين الحوار بالموضوع؟ وين المهنية؟ بعدك شباب سيد أياد، ورا الفيديو اللي انتشر عليك هسه العرايس اليوم لازمات سرع عليك سيد. الله يبعدنا عن هذا. شكو بهالزواج حلال اليوم؟ حلال اي نعم، بس مو ورا الفيديو العرايس لازمات سرع عليه. يعني هسه انت تلطفين جو بدل ما تناقشين اصل القضيه وتسالين باسلوب مهني رايحه لعبارات ما لها اي قيمه بالحوار. بشرفكم هذا مستوى مقدمه برامج وعلى قناه فضائيه. هاي ايش دا يصير بالدنيا؟ او بالاحرى بالعراق، هاي ايش دا يصير بالعراق؟ وين المسؤولين عن الاعلام؟ وين السيد رئيس هيئه الاعلام والاتصالات؟ دا تشوف حضرتك تعبي
شايف من هاي تصعد تاها وتقول يقول لك من اي ليك هذا، تقول لك بتعبي، انا بالتمثيل بتعبي، ما انطيت لازمه روحي ولا سويت علاقه ويا كان من يكون، لهذا السبب انا بعدني واقفه بمكاني. انت قدمت تنازلات ولا من صرتي مقدمه برامج؟ لا والله انا جابوني قدمت برنامج نجحت فيه، بعد ما نجحت رادوا مني تنازلات، بس الحمد لله اقول مو بالحرام اخذ شيء يا سيد. وبطلت. يعني هسه انت قدمتي تنازلات بعقد الشيخ سيد؟ هاي مقدمة برامج يا ناس، هاي تقدم برامج ميدانية، وهي أصلا كانت تبث بالتيك توك بثوثها كلها كلام مخل بالآداب العامة وغير لائق جدا جدا جدا، وهسه صارت مقدمة برامج. وثاني شيء منو راد منش تنازلات؟ تعالي شنو القصة؟ رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وينك عن هذا الكلام؟ ترى والله كلام كبير يا ناس، ليش هذا السكوت؟ أرجو من المسؤولين عن الإعلام أنه يوضحون، ترى صرنا مضحكة للدول. منو راد منك تنازلات؟ قولي اسمه، شنو هالمهزلة هاي؟ خلي يشوفون الدول، خلي يسمعون العالم. قلت لك بالقندر هسه اوقف لي، الا قلت لك بالنعال اوقف 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 اوقف، اعطيني مجال، اعطيني مجال لك، قلت لك بالشحات اعطيني مجال، خلي اجيب لك الباكيت واللزقات اللي شلعتك. لا عادي، هذا يوم طبيعي بالسوشيال ميديا العراقية، هاي البثوث جدا طبيعية، عراك فشار كلام مخل، ولا كأنه اكو قانون، ولا كأنه هم السبب بتشويه صورة العراقي. أنا أنقهر لأن هذا اللي صار نواجهه بالسوشيال ميديا العراقية. شنو الحل برأيكم؟ نريد حل جذري، اكتبوا لي بالتعليقات. يعني بالطهارة أروح أردبول عليك وعلى خلفتك وعلى ذيك الساقطة فاطمة، ما تجين على بالي. ترى مو ذكاء اصطناعي، هاي عايشة بالإمارات، تنزل محتوى مرعب، والله أكثر شخصية تفشر وتسوي حركات غير لائقة وكلام فعلا مخل بالآداب العامة، تقدم محتوى يسيء للعراق وحتى يسيء للإمارات. وأنا متأكد أنه فريق الرصد بالإمارات راح يحاسبك، لأن السوشيال ميديا بالإمارات مو هيته. وأنا متأكد أنه المكتب الوطني للإعلام الإماراتي سيتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف وينزل محتوى غير لائق، للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل. شوف شلون مسيطرة، تهدد. نص ساعة جبت معلوماتك، ما طولت، خو طولت تاني ما طولت، صح؟ ما تعبت نفسي. إذا بقيتك بدبي أزين الشعري. شنو سالفة التهديد بترحيل الناس من دبي؟ منو أنت حتى تحكين وكأنه قرار الترحيل بإيدك؟ بث مباشر وكله تهديد ووعيد، وكأنه مؤسسات الدولة صارت لعبة بديها. هاي مو جرأة ولا حرية، هاي استهانة وهيبة دولة كاملة دا تنذكر ببث مباشر. أنت شنو قصتك؟ ليل نهار تهديد، فشار، قذف، سب، حركات غير لائقة وكلام مخل بالآداب العامة. يعني وإذا قاعدة بالإمارات، ليش شنو بالإمارات ماكو قانون؟ الإمارات القانون الرقمي أشد من القانون العراقي. يعني أتمنى من الجهات المعنية في دولة الإمارات أنه تتابع محتوى هاي الشخصية العراقية، لأنه هيبة القانون ومؤسسات الدولة ما يصير تتحول إلى وسيلة للتهديد والاستعراض أمام الجمهور. المنصات الرقمية لازم تكون مساحة للمحتوى المسؤول، مو للتلويح بالنفوذ أو إثارة الجدل، خصوصا أنه مثل هذا الخطاب يترك أثر سلبي ترى على المشاهد وعلى السايح. راح أعرض لكم أقل فيديو هي دا تحكي بيه، خلينا نقول شيء تافه، يعني هي فيديوهاتها كارثية، والله ما أقدر أعرضها. يعني شلون أريد أوصل لكم فكرة؟ فيديوهاتها فشار. شوف هذا جزء، ما أقدر أعرض لكم باقي الفيديوهات.